واضح جدا جدا ان احنا بنعمل كفتة، بس كفتة ايه؟ لازم نعرف نوع الكفتة عشان خاطر نكون متميزين عن غيرنا في الكفتيات يعني. الكفتة دي يا جماعة يعني اللي هياكلها مش هيفكر خالص. هي طبعا مش هتبان انها لحمة، ولا هتبان انها فراخ، ولا هتبان اي خالص طائر من الطيور يعني، ولا او الحيوانات. الكفتة دي يا جماعة كفتة بط، بس هنعملها بطريقة خطيرة خطيرة بجد. نسمي الله ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وربنا يزيد البركة اللي في ايدينا ان شاء الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. معانا يا جماعة لحمة بط، بس ما ينفعش خالص يعني، ممنوعين ان احنا نسلخ البطة كده قدام الناس، لان انا كنت عملتها قبل كده وادارة اليوتيوب ما قالت عليها انها عنف يعني. فدلوقتي انا جبت لكم اللحمه مسلوخه ومجهزه هي من غير التصوير، عملتها بره الكاميرا يعني. وهنحط عليها ليمون، ونحط عليها طحينه، ونحط عليها دقيق، وهننقعها نقعا جيدا يعني من نص ساعه لساعه. وتعالوا بقى نجهز شغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا البصل، معانا كزبره واوراق، ومعانا الفلفل، معانا لحوم البط اللي هو بعد ما اتنقع شكله جميل ازاي. نسمي الله كده. الكب نحط فيها البصل، هننعمه جماعة كويس. عايزين المية اللي فيه. طبعا البصل كان جديد، لونه عطا كده بينك او عاطي على لافندر، انا بحب اللون ده جدا. الشيء بالشيء يذكر. هناخد البصل بقى نصفيه. انا عايزة المية بتاعته عشان اصبع بيه الكفتة. اي حاجة هتخلي الكفتة فيها مية زيادة لازم نخلص منها. معانا الفلفل اهو، ممكن فلفل رومي، ممكن فلفل سبايسي، انا جايبه النوعين حطهم مع بعض. ومعانا 4 فصوص الثوم، هننعمهم كويس. معانا بقى اللحوم بتاعه البطه، ومعانا حته من الليه دي هتودي الكفته في حته تانية خالص بجد بجد، تحفه بجد وطعم شكل تاني. حطيت ورقه الكزبره الخضراء، معانا فلفل اسود، ومعانا توابل لحمه، معايا كزبره وكمون. ده يا جماعه كركم اهو، بابريكا مدخنه كمان قبليه، ومعانا ملح، معانا ذرة سكر طبعا، معانا جنزبيل. طبعا كان في قرفة كمان حطاها انا ما قلتش عليها اهو. كل التوابل دي انا كنت طحناها في فيديو يعني، فيديو تجميع التوابل. لو عايزين يعني تستفيدوا منه ممكن تشوفوه. هنضرب بقى الكل مع بعضه، عايزين كله ناعم. هنا الاخضر اللي تحت ده كان الخضار مع الفلفل، عشان كده يعني انا همسكه دلوقتي اعجنها عجنه حلوه كده. احنا عايزينها كده الخيوط اللي فيها تتمسك كلها، تبقى ماسكه ببعضها. طبعا الكبه ما هدرتش اي حاجه خالص يا جماعه. هندخلها بقى التلاجة، ممكن من نص ساعه لساعتين تخليها في التلاجة. انا بقى جبت فرش هعمله احطه تحت الكفته، مش هندخل الكفته كده يعني يعني هتبقى حاجه اعتياديه، لا ده احنا هنعمل حاجه عادي، حاجه تانية خالص. الفرش بتاعنا يا جماعه عباره عن 3 بطاطسيات متوسطتات يعني، 3 بطاطسيات كل بطاطسية حجم متوسط يعني. ومعانا الفلفل الاخضر والفلفل الالوان لو موجود، ومعانا بصل، ومعانا طماطم طازه. على غلطت مش عارفه اقول متوسطات يعني، مش عارفه هو جمع تكسير ولا جمع ايه بالظبط، مؤنث سالم مش عارفه يعني. بطاطس متوسطه. ومعانا 3 فصوص توم. الفرش يا جماعه، الجماعه اللي ناسيين اللايك قاعدين تتفرجوا ما بتحطوش لايك ليه؟ بتحبوا الوصفات بتاعتي تبقى بصوتي ولا يعني نعملها صامتة؟
حطينا بقى البصل بتاعنا والبطاطس وكل حاجة حطيناها في فرش تحت اهو. بس انا ملاحظة ان الصينية صغيرة، فانا جبت صينية مقاس 30 في 40، كنت بقى 29 في 39 يعني. بس انا لازم اكون معاكم دقيقة جدا. هنجيب اللي هو يعني المحلول اللي احنا هنصبع بيه، فيه طماطم، فيه مية بصل، فيه كمون وكزبرة، فيه ملح، في معجون طماطم، لو مش موجود نحط صلصة. انا سرعت شوية عشان ما تقولوش بطول. معانا كمان الكفتة دلوقتي هنصبعها عادي جدا جدا. يا جماعة ناسين اللايك والشير، عايزين القناة تكبر كده ونبقى عيلة كبيرة. عندكم على ايدكم اليمين كده هتلاقوا مكان كده لللايك، حطوا اللايك وكومنت حلو كده، قولوا لي رايكم يعني اذا كانت عجباكم الوصفات ولا لا. يعني ما تشكرونيش كده وتقولوا لي اي كلام وخلاص، اي حاجه نفسكم فيها قولوها يعني. مش عجباكم الوصفه او الطريقه او جديده عليكم، حد عملها قبل كده وعجبتكم واحنا بنصبح كده نصلي على محمد يعني. انا بحب دايما اذكر الله كده وانا بشتغل في الاكل، حتى لو بنقي رز لازم اقول بسم الله وانا بجيبه. الحاجة اللي احنا صبعنا بيها في الاخر كده هنحطها على وش الكفتة، هتدي شكل حلو قوي. هنعوز كمان كوباية مية، معلش التصوير ما جابهاش. ندخلها بقى في الفرن، لازم يكون متوسط، سخناه وبعدين خليناه متوسط ودخلاه الفرن. وحطوا لايك بقى على المنظر الحلو اللي انتوا شايفينه ده. طبعا انا قاعده هنا دلوقتي في معايا رغيف عيش اهو. محدش شاف دي غيركم. انا محدش شافني وانا بعمل الحركه دي. طبعا الكفته استوت، بس انا لازم اقلبها الوش التاني. لازم كمان الفرش اللي تحت يكون استوى بجد. في ناس بتحب قوي تاكل الحاجه اللي تحت الكفته دي، يعني بتبقى فيها بقى كل البهاريز يا جماعه. وادي طبق الكفته، رايكم؟ وادي كمان اتفضلوا. شكرا لكم ان انتوا وصلتوا معايا لحد دلوقتي، ويا ريت تقولوا لي الوصفه دي تستاهل كام من 10.